أكيد كل أخت مبتدئة في مجال الحلويات كتبحث على عقدة اللوز اللي تكون ناجحة، سهلة، بسيطة، ما تطلق ليها الزيت، ما تجيها مشقة، وتساعدها في تشكيل حلويات متنوعة ديال اللوز وتبقى دائما معلكة ومنسمة. فقط تابعي معايا الفيديو من الأول للأخير، غنقدم لك جميع النصائح باش تحصلي على عقدة بحال هادي ملساء ولامعة وتساعدك بزاف في الخدمة ديالك. كناخدو اللوز اللي كنكونو فسخناه من قبل وخليناه ينشف مزيان، كنضيفو له حبات ديال المسكة الحرة، وكنبداو ناخدو اللوز ونطحنوه بالإضافة ديال السكر سنيدة اللي كنت طحنتها من قبل، هذه نقطة ضرورية فغير تبعوها وجربوها. كنبداو نطحنو في اللوز ديالنا حتى تنحصلو على هذا الشكل هذا كعقدة مبدئية. كنضيفو ليها واحد رشيشة ديال الملح، كيس منسم بزهرة البرتقال، قطرات من المركز ديال ماء الزهر كيبقى اختياري، وملعقة كبيرة ديال الزبدة حيوانية، واللي غادي يضيف لنا التعليكة وهو الجليكوز كنضيفو منه واحد ملعقة كبيرة تكون ممتلئة جيدا. كنبداو نضيفو قطرات ديال ماء الزهر شوية بشوية، ما كنضيفوش كمية كثيرة من الدفعة الأولى، حيت اللوز على حساب كاين اللي تيكون ميدم وكاين اللي لا. وكيف عارفين العقدة ديال اللوز كتحتاج بزاف دليك ماشي غير شي شوية، فإلا كانت عندك العجانة ما ترديش نهائيا أنك تستعمليها، لأنها كتنقص عليك المجهود والوقت والكتيفات ديالك تريحهم شي شوية. راه كيف ما عارفين إلا كانت عندك كمية كتيرة ديال الحلويات اللوز فغادي تاخد لك وقت بزاف بزاف ديال دليك. هنا كنديرها في العجانة وكنبدا مرة كندير هاد الحلقات الدائرية بهذا الشكل هذا، إلا شفتهم تكسروا كنعاود نرد العقدة ديالي للعجانة نضيف قطرات بسيطة ديال الماء الزهر حتى تنحصلوا عليها بهذا القوام، تتكون حريرية رطبة ملساء. هنايا بالنسبة لهذاك يعني داك الكروشي ديال العجانة كنحاولوا مرة نهبطوا العقدة كاملة ونخدموها، ما تبقاش لينا غير الجزء اللي الأسفل هو اللي خدمناه والفوقاني ما مخدمش لينا مزيان. هنايا فوق سطح العمل كنوريكم العقدة كيفاش كتولي مطاطية، يعني كتولي بحال المسكة معلكة بزاف. وهنا باش غادي نجربوها كندير واحد الحريبي اللي هو رقيق بزاف وكنهزوه بيدينا الا ما تقطعش لينا وما تكسرش، وشكلنا منه واحد الاسطوانات دائريه بهذا الشكل بحال هكذا، ما شفناهم ما تشقوا ما تهرسوا ما حتى شي حاجه، فراه العقده ناجحه باذن الله وما غادي تعذبك ما غادي تمحنك في حتى شي حاجه. اي شكل بغيت تخدمي به غادي يعاونك، سواء الكعبه او الدمليج او اي نوع من حلويات اللوز، سواء اللي بالعجين او بدون عجين، فغادي تساعدك في الخدمه وغادي تجيك ساهله وبسيطه وغتنقص عليك يعني المجهود. شوفوا انا تنعاود نكرر باش نوضح لكم القوام ديالها كيفاش كتكون بحال هكا، وما كتطلق لا زيت لا حتى شي حاجه. كنشوف بزاف الاخوات بعض المرات كتطلق لهم الزيت، ولكن حتى هذاك المشكل ان شاء الله في فيديو اخر غادي نعطيكم الحل ديالو. هنا بغيت غندير لكم غير يعني مقارنة بسيطة مع ديك العقدة العادية اللي كنا درناها غير بالسكر باللوز. شوفوا كي كتكون تتشقق وصعيبة في الخدمة، ما تحاوليش نهائيا انك تخدمي بها لانها غتمحنك وما غاديش تساعدك في تشكيل الحلويات. كيف ما عارفين الحلويات ديال اللوز يعني كنبغيهم يكونوا بحال الحرير في يدينا، يعني نشكلوهم كيف ما بغينا وكنقشوهم وكنزينوهم يعني وكنديروا بهم يعني طويبعات اللي هما مختلفين. فإلا ما كانش العقدة بحال هذا الشكل هذا كنشكلوا منها كحريبلات وكندوروهم بهذا الشكل هذا وما كتقطعش، فراه غادي تجينا ان شاء الله ساهله وبسيطه وما نبقاوش نهائيا نخافوا من حلويات اللوز او لا نتعقدوا منهم. فقط عليك غير تخدمي العقده مزيان وان شاء الله غادي تجيك جميع حلويات اللوز يجيوك ساهلين وبساطين. هذه انجح عقده جربتها وان شاء الله باذن الله انتم تجربوها وتردوا عليا ارائكم كي جاتكم في التعليقات. يلا خليتكم على خير ونتلاقوا في فيديو قادم بإذن الله، ولكن ما نساوش في الختام لكم مني كل الحب والوئام والصلاة والسلام على خير الأنام، فصلوا عليه وسلموا.